السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 بعد غياب الفترة دي كلها. يا ترى هل أنا كمان وحشتكوا ولا لأ؟ وكمان معرفش صوتي ممكن يبقى متغير شوية عن العادي لأني للأسف عندي برد. بس أنا غايبة بقالي فترة طويلة جدا وما صدقت خلصت امتحانات وفترة العيد خلصت، فعايزة أرجع لكم تاني بقى. وحشتوني وحشني تسجيل الفيديوهات وحشتني الكومنتات الجميلة بتاعتكم. فقلت كفاية غياب بقى لحد كده وهرجع تاني وخلاص. انا المرة دي للأسف مش هقدر اقول لكم زي كل مرة اني مش هطول عليكم في المقدمة وهبدأ في الفيديو بتاعنا على طول، لاني هطول شوية في المقدمة. لو بتتضايقوا من المقدمة الطويلة او عاوزين تبدأوا في الرواية على طول، فممكن تتخطوا فيديو البنت اللي قاعدة دي، ومجرد ما صورة الرواية هتظهر هبتدي في الرواية. بالنسبة بقى للناس اللي بيحبوني وهيسمعوا المقدمة فخليكم معايا. رواية أميرتي اللي ناس كتير منكم سمعوها وحبوها جدا، أنا نزلتها لكم مكتوبة بس نزلتها على واتباد. لو ما تعرفوش ايه واتباد ده تطبيق مخصص لقراءة الروايات. أنا نزلت الروايات بتاعتي عليه لأنه ما بيتاخدوش كوبي هناك، لأني ما احبش إن حد ياخدها أو بمعنى أصح يسرقها ويقول إنها بتاعته. ومش بس نزلت رواية أميرتي، أنا كمان نزلت الجزء الأول من رواية ما وراء الظلام، وحاليا أنا لسه بكتب في الجزء التاني منها. وطبعا بعد ما اخلص كتابته هسجله الاول وانزله لكم هنا قبل ما انزله مكتوب على واتباد. وطبعا ما اكتفيتش بالروايتين دول واللي اكيد جزء كبير منكم اوريدي سمعهم عندي على القناه. انا كمان كتبت روايه جديده وبطريقه مختلفه جدا، وكمان كتبتها باللغه العربيه الفصحى. فاكرين قبل كده لما كنت بطلع لايف وقلت لكم اني عاوزه اكتب روايه يكون فيها صعيدي؟ اهي بقى الروايه دي اسمها ادفا. الرواية نوعا ما مختلفة عن الروايتين بتوعي اللي أنا كتبتهم قبل كده، أميرتي وما وراء الظلام، لأني بحب إن كل رواية تكون منفردة بفكرة مختلفة. بس ما تقلقوش، هي رومانسية زي ما انتوا بتحبوا، بس طبعا هتبقى مختلفة تماما عن كل الروايات اللي فيها صعيدي اللي قريتوها قبل كده، لأنها معكوسة شوية. بصوا لما تقروها هتعرفوا. ولأني كاتباها باللغة العربية الفصحى فعلى الأغلب مش هسجلها، بس لو قريتوها وحبيتوها وعجبتكم فساعتها لو طلبتوا مني اني اسجلها او حابين تسمعوها بصوتي هحولها للعامية المصرية وهسجلها لكم. بعتذر على المقدمة الطويلة جدا دي ومش حابة اطول عليكم اكتر من كده. هي في كمان حاجة كده عاوزة اقولها لكم بس خليها لنهاية الفيديو. ودلوقتي بقى يلا نبدأ في الفيديو بتاعنا. بس يا ريت قبل ما ابدأ في الرواية ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني أو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. اتجوز طفله؟ ده حته عيله يا جدي، اتجوزها ازاي؟ فهمني. اسمع يا ابني، عايز جدة ابوك تدخل مقابرنا يبقى تتجوز بنت عمك، غير كده يا جبل ابوك ملوش عندنا تربه. يا جدي دي لسه عيله صغيره، وابويا كاتب في وصيته ان لازم يدفن في البلد، والجثه معانا بره يا جدي. اسمع يا جبل، اللي عندي قلته، غير كده خد بجدة ابوك وارجع البندر ادفنه هناك. فجأة هما الاتنين يسمعوا صوت واحدة ست جاية بتزعق وبتقول: جرى ايه يا راجل يا خرفان؟ انت عايز ابني انا يلبس بنت ابنك المعيوبه ويتجوزها، يا اما كده ما تدفنش ابنك في البلد. جبل بصدمة: معيوبه؟ فرحات جد جبل وهو بيبص قدامه على صوت اللي بتتكلم ده، بعدين يقول: طول عمر لسانك طويل يا سهير يا مرات ابني، ياما قلت له بلاش تتجوز من البندر وتجوز واحده من البلد، يقول لي لا بحبها، اديك قصفتي عمره بدري. جبل وهو بيقول لجده: عايز تجوزني بنت عمي المعيوبه يا جدي وهون عليك؟ فرحات وهو بيخبط عصايته في الارض: قطع لسانك ولسان امك العقربه. اسمع يا ولد، انا مش قادر اتكلم معاك، هتتجوز بنت عمك اهلا وسهلا بيك، ابوك هيتدفن في ترابنا ونعمل له عزا هنا وهرضى عليك كمان واديك ورث ابوك، غير كده تاخد جثه ابوك ومكان ما جيت تمشي، وملكش ورث عندنا وملكش اهل هنا اساسا، انت ابن امك وهتفضل طول عمرك ابن امك. كانت لسه سهير هتنطق وتتكلم بس جبل بصلها وقال لها: ماما ارجوك اسكت انتي. جبل سكت شوية بعدين قال لجده: انا موافق يا جدي، هي فين؟ بس عيونه كانت كلها غضب وعروقه كانت بارزة من كتر العصبية، وبيستحلف للبنت دي حتى من قبل ما يشوفها. فرحات نده عليها وكانت اسمها دهب. جبل وجه عينيه للسلم مستني البنت اللي هتنزل من على السلم يشوفها. جبل اتفاجئ لما شاف بنت صغيرة نازلة من على السلم، ما كانش باين منها حاجة، كانت لابسة عباية سودة وحاطة نقاب على وشها، بس كان باين عليها انها صغيرة. سهير امه بصت هي كمان للبنت وقالت لابنها:
تبقى مجنون يا جبل لو اتجوزتها. تتجوز دي وتسيب خطيبتك اللي انا خطبها لك؟ يلا نرجع بيتنا وباباك هندفنه عندنا. فرحات جد جبل قعد على الكرسي وشاور لدهب انها تيجي جنبه. دهب قربت منه بس ما نطقتش ولا اتكلمت. قال لها وهو بيشاور على جبل: ابن عمك جاي عشان يتجوزك، اطلعي يلا جهزي حاجتك عشان تنزلي مع البندر. دهب فضلت واقفة مكانها ما نطقتش ولا اتكلمت. جدها شدها من دراعها وقال لها: مش بقولك اطلعي يلا حضري حاجتك؟ دهب بصوت واطي جدا يكاد يكون مش مسموع: بس انا مش موافقة يا جدي. هنا جبل اتدخل وقال بصوت عالي: كمان مش موافقة؟ كمان انت اللي مش موافقة؟ سهير مامة جبل قالت له: انا هطلع بره استناك في العربية لما تخلص المهزلة اللي بتحصل دي. انا مش هقدر استنى هنا، واوعى يا جبل تتجوز البنت دي، اوعى. وطلعت وهي زعلانة وغضبانة من اللي بيحصل. كمان بنت عمي مش موافقة بالجوازة دي يا جدي. سيبني ادفن ابويا وامشي، ولو على الورث مش عايز فلوس. انا جاي عشان انفذ وصية ابويا وادفنه في البلد زي ما هو وصى. وانا قلت لك يا ابني مش هتدفن ابوك في ترابنا غير لما تكتب على بنت عمك. هنا دهب نطقت تاني وقالت: وانا مش عايزاه يا جدي. بس قبل ما تكمل جملتها جدها خبطها بكف ايده على بقها: اخرسي يا بت، وغوري حضري هدومك وحضري حاجاتك عشان تنزلي مع جوزك، غوري من قدامي يلا. دهب وهي بتتألم هزت راسها وطلعت تحضر حاجتها. والجد فرحات نادى على واحد من الرجالة وقال له يبعت حد يجيب المأذون ويبعت حد يفتح له التراب. مشي الشخص ده وقال له: أمرك يا حاج. وبالفعل أبو جبل اتدفن في التراب اللي في البلد زي ما كان موصي، مقابل إن جبل كتب على بنت عمه. الموضوع ما خدش غير وقت قليل. يلا يا جبل يا ابني، خد مراتك على بيتك، وانا هاجي كمان كام يوم اجيب لك القسيمة واشوفكم. من هنا اتحرك جبل من بيت جده ودهب ماشية وراه. لما وصلوا العربية سهير كانت متفاجئة إن ده بجد، ما كانتش مصدقة إن ابنها يكتب كتابه على البنت دي وياخدها. برضه يا جبل سمعت كلام جدك؟ والبنت اللي انا خطبها لك دي؟ جبل فتح الباب لدهب ودهب دخلت قعدت على الكرسي اللي ورا من العربية، وجبل ومامته قاعدين على الكراسي اللي قدام. جبل بص لمامته وقال لها: اهدي يا ماما، كل حاجة ليها حل، اهم حاجة اني نفذت وصية ابويا الله يرحمه. وجبل أخد دهب ونزل على البندر. دهب كانت متوترة وخايفة مش عارفة حاجة وقاعدة بتترعش وبتبص على جبل وخلاص. وبعد فترة من الوقت جبل وصل الفيلا بتاعته هو ومامته ودهب عروسته الجديدة. سهير نزلت من العربية وطبعا كانت متعصبة وقالت له: البنت دي تروح تقعد في المطبخ مع الشغالين ومحدش يعرف خالص انك اتجوزت عشان خطوبتك بهايدي ما تبصش. وشدت دهب من ايديها جامد وقالت لها: يلا يا بنت قدامي على المطبخ. لكن جبل قال لها: اطلعي يا ماما غيري هدومك واهدي وانا هجيلك دلوقتي. اما البنت دي، وهو بيشاور على دهب، ما تفكريش فيها، اعتبر ان الموضوع خلص. وطلع على السلم وقال لدهب تطلع وراه. طلعت دهب ورا جبل لحد ما وصل اوضته. فتح الأوضة ودخل الدهب وجبل قفل الباب بالمفتاح، وهي حطت الشنطة من ايديها اللي كانت ماسكاها وبدأت تخبط في كل حاجة موجودة، وآثار الخوف بدأ يبان على حركتها. جبل بدأ يقرب منها وبيقول لها: ارفعي النقاب ده. ودهب بتقول له: ابعد عني. بس جبل كان مصمم ان هو يشد النقاب. جبل بدأ يتعصب ويفقد سيطرته وقال لها بصوت عالي وكل غضب: اسمعي يا بنت انت، فكك من شويه الصريخ ومن شويه الكلام دول والحركات دي. هتيجي تقعدي قدامي هنا وتقولي لي حكايتك ايه وايه حكايه الحمل اللي جدي بيقول عليها دي، والا قسما بالله ادفنك بالحياه وملكيش عندي ديه. حاضر. جبل وهو بيشاور على الأرض: قلتلك تيجي قدامي هنا. هزت راسها وبدأت تقرب منه. هو كان قاعد على حرف السرير وهي قعدت على ركابها وقعدت قدامه على الأرض زي ما شاور لها بالظبط. جبل خبط كف على كف وقال لها: ها بقى حكايتك ايه؟ وتحكي لي حكايتك كلها. وبعدين سكت ثواني وحط ايده على النقاب وقال لها: وشيل النقاب ده، حكايه النقاب ده ايه كمان؟ ما بقاش ليه لازمه، خلاص انا بقيت جوزك. وشد النقاب من على وش دهب. دهب اترعشت لما جبل شد النقاب من عليها. جبل اتصدم من شكلها، بنت صغيرة جدا، لسه عيلة صغيرة عندها 17 سنة. كانت حلوة قوي، عينيها واسعة وسودة وبشرتها بيضة. جمالها كان حلو قوي، بس كان باين على وشها حزن وآثار ضرب. أول كلمة نطقها: ايه اللي عمل فيكي كده؟ جدي فرحات. ليه؟ عملت ايه لكل ده؟ ما عملتش حاجة. وايه موضوع الحمل اللي بيقولوا عليه ده؟
كذب والله كله كذب. قولي لي بقى هو الصدق لما كلامهم هم كذب؟ بس أنا كملي في ايه؟ بس أنا جعانة. جعانة؟ أيوة جعانة. كان مصدوم من طريقتها الهادية جدا، من شكلها الطفولي وملامحها البريئة. طب ايه اللي جده قاله ده؟ وايه اللي مامته قالته ده كمان؟ قام من مكانه وقال لها قومي غيري هدومك وبلاش النقاب ده، ما تلبسهوش تاني. انت اساسا مش هتخرجي من هنا، محدش هيشوفك غيري. انا نازل وهطلع على طول تكوني غيرت هدومك. هجيب لك اكل عشان عايز افهم حكايتك، عايز افهم انت مين انت عشان جدي يلوي دراعي عشان اتجوزك. دهب كانت ساكتة خالص، بتسمع كلامه وما بتردش. شخط فيها بصوت عالي وقال لها ما بتردش ليه؟ لما اتكلم تردي وتقولي حاضر. حاضر. جبل مسكها من دراعها وقال لها اسمعي، انا بحب اللي يسمع كلامي وما بحبش اتكلم مرتين. اول مره بقول وتاني مره بعاقب. اي كلمه تسمعها مني هنا ما اسمعش مني غير كلمه حاضر ونعم. سمعت انا بقول ايه؟ حاضر حاضر سمعت حاضر. خرج جبل من الأوضة وسابها في الأوضة ونزل على تحت، وهي برضو ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل ولا مستوعبة ايه اللي بيحصل لها لحد دلوقتي. محدش فاهم ايه حكاية دهب دي، لكنها خافت منه وبدأت تطلع لبس من اللي كان معاها وتغير هدومها زي ما هو قال لها. جبل كان نزل وندى على الشغالة وقال لها تحضر صينية أكل، بس صوت مامته قطع كلامه مع الشغالة لما قالت له جبل هفضل مستنياك كده كتير. جبل قرب من مامته وباس ايديها وقال لها معلش يا ماما، انا عارف اني اتاخرت عليكي بس صدقيني غصب عني. ما علينا من التأخير يا جبل، قولي هتعمل ايه مع البنت اللي فوق دي؟ بنت مين؟ قصدي الزفتة اللي انت اتجوزتها دي يا جبل. اعتبريها مش هنا يا ماما، ما تشغليش بالك بيها خالص. احنا عندنا حاجات كتير اهم منها، وهي راحت ولا جت حته عيله. سهير وهي بتخبط على كتفه حتة العيلة دي بقت مراتك دلوقتي، بقت مكتوبة على اسمك، يعني أي غلطة هتعملها هتلبس فيك انت يا جبل. جبل هو بيبتسم ابتسامة خفيفة. أنا عايزها تغلط والله يا ماما عشان أبعتها لعزرائيل بتذكرة سريعة. ولسه ما كملش كلامه مع مامته سكت على صوت صرخة جاية من أوضة دهب. طلع جري عشان يشوف فيه ايه هو ومامته. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. عاوزاكوا بقى تكتبولي في الكومنتات تفتكروا دهب بتصرخ ليه، وقولولي كمان مدة الفصل كده مناسبة ولا عاوزينها تكون أطول من كده شوية. لو عاوزيني أطول مدة الفصل عن كده قولولي في الكومنتات. أما بقى بالنسبة للحاجة اللي قلتلكوا هأجلها لنهاية الفيديو، فهي إن بجانب لينكات الروايات اللي هسيبها لكم في الكومنت المثبت، أنا كمان هسيب لكم لينك أكاونت الفيسبوك بتاعي. أكاونت الفيسبوك ده مختلف عن صفحة الفيسبوك اللي كنت قايله لكم عليها قبل كده، ده أكاونت شخصي باسمي منى محمد عادي. ما تنسوش بقى تضيفوني وتبعتولي عشان نبقى أصحاب، بس أهم حاجة تعرفوني إنكم من متابعيني على اليوتيوب، لأن بيبقى في ناس كتير متطفلة ومستفزين كده بعمل لهم بلوك مسج على طول. بس لأن في بنوتة تونسية عسولة كده بعتتلي من كام يوم وعرفتني إنها من متابعيني على اليوتيوب وقالت لي إنها مبسوطة جدا إننا اتكلمنا، فعشان كده بقول لكم عشان تبعتولي انتوا كمان، وأنا كمان هبقى مبسوطة جدا لو بعتولي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تجاوبوا على السؤال بتاع نهاية الفصل، والسؤال كان بيقول يا ترى دهب بتصوت ليه. وما تنسوش كمان تقولولي يا ترى مدة الفصل كده كويسة ولا أطولها شوية. وما تنسوش برضو تقرأوا رواية إدفا وتقولولي رأيكم فيها وتضيفوني على الفيسبوك عشان نبقى أصحاب. وأتمنى كمان ما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.